السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا النهاردة في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة هنعمل أكلة رئيسية على السفرة، ما ينفعش خالص العزومة من غيرها، وحاجة كده بصراحة تشرفك قدام ضيوفك. هنعمل مع بعض صينية الفراخ بالبطاطس، هنعملها بكل سهولة وتطلع طعمها وريحتها تحفة، واقولك ازاي هي تطلع دايبة كده معاكي من جوه واخدة لون حلو جدا من بره. وكمان مش هنعملها في الفرن، هنعملها على البوتاجاز من فوق. تعالي معايا نبدأ وصفتنا واقولك انا عملتها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة عملتها انا جبت الفراخ بتاعتي وغسلتها كويس جدا من اي حاجة تكون فيها، وكمان نقعتها في مية وملح وكمان ليمون ومعلقتين دقيق، وسبتها كده نص ساعة لحد ما بقت نضيفة جدا معايا، وشطفتها. وبعدين جبت مية على النار وحطيت فيها بصلاية وطماطماية وكمان ورق لوري وكمان حبهان، فصين 3 كده. واول ما المية تغلي على طول هنزل كده بالفراخ بتاعتي، مش هسويها سوا كامل، هخليها كده نص سوا لحد بس ما تديني شوربة حلوة كده وواخده لون كويس. وفي خطوه مهمه جدا، احنا لما حطينا الطماطم لازم نحطها جامده علشان كمان ما تتهريش في الشوربه، وعلشان الشوربه كمان تبقى رايقه معايا. وبعد ما طلعتها احط بقى الملح والفلفل الاسمر المظبوط ليها، وبعد كده خلاص هي كده جاهزه معايا، هطفي عليها وباكد الفراخ كده اخدت نص سوا بالظبط. خلاص كده بقت جاهزه معايا. جبت بقى طماطم وبصل متقطع شرايح كده بالشكل ده وفلفل، بس انا سبت الفلفل على جنب، وهنزل كده بملح وفلفل اسمر وكمان كيس مرقه فوريه. لو عايزه تستغني عن الخطوه دي استغني، بس حطيها بتفرق جدا في الطعم، بتدي طعم المحلات. وكمان معلقه صغيره صويا صوص ومعلقه صغيره دبس رمان، بينقل طعم الاكل في حته تانية خالص. وهحط كمان معلقه صغيره زعتر ومعلقه صغيره كركم، هتفرق جدا في طعم ولون الصينيه اللي انت هتعمليها. ودي البهارات اللي انا حطيتها، وكمان رشه سماق. هجيب بقى كل المكونات دي مع بعض كده وادعكهم كويس جدا مع بعض، البصل مع الطماطم لحد ما ينزل معايا صوص كده شكله زي ما انتوا شايفين كده. كده خلطة الفراخ بقت جاهزة معايا، ودي التتبيلة اللي انا هتبل بيها الفراخ. هجيب صينية من غير بقى ما ادهنها ولا اي حاجة، اي مادة دهنية. هاخد نص الخليط دوت وهفرشه كده في الصينية من تحت كطبقة، وهحط كده البطاطس. انا جبت البطاطس دي غسلتها كويس جدا وقطعتها كده شرايح رفيعة، واخد بقى التتبيلة اللي انا عملتها دي كلها كده وهدعك بيها البطاطس لحد ما البطاطس يتشبع معايا كويس جدا من التتبيلة، وتاخد كده من نكهة بعض، كله كده ياخد من نكهة بعض معايا. وكده بقت جاهزة معايا، ودي الطبقة اللي انا هحطها من تحت ومش هقلبها تاني خلاص. جبت بقى الفراخ اللي انا عملتها نص سوا وهنزل بيها كده على البطاطس من فوق بالشكل ده، ارصها لحد ما اخلص الكمية اللي عندي، اي كمية انتي حباها. وبعدين هجيب نص التتبيلة التاني وهنزل بيه كده على الفراخ من فوق، واحاول ان انا اتبلها كويس جدا ومش هقلبها تاني. انا كده مظبطة الملح ومظبطة كل حاجة وموسطنة الملح كمان علشان خاطر في ملح كمان في الشوربة علشان ما تطلعش حادقة معايا. وكده الصينية جاهزة معايا، احلى صينية فراخ بالبطاطس ممكن تاكليها في حياتك. ريحتها وطعمها فظيعة. لو عايزة تعمليها ني في ني ممكن تعملي الخطوة دي، بس انا علشان خاطر استفاد بالشوربة ممكن اعمل بيها وصفات تانية كتير. جبت بقى معلقة زيت، او ممكن تحطي كمان سمنة، او ممكن تحطي سمنة على زيت زي ما تحبي، بس هي كده تطلع خفيفة لان بالطبع ان الفراخ دسمة شوية، فانا كده تبقى مظبوطة معايا. وكمان هحط ورق لوري. وهجيب بقى الشوربة بتاعتي، هنزل كده من الجناب مش على وش الفراخ من فوق عشان ما ضيعش الشكل اللي هو فوق دوت، عشان ياخد تحميرة حلوة في الفرن. وبعدين هغطي بس البطاطس بالشوربة وهسيبها بقى كده شوية في التتبيلة دي حوالي نص ساعة او ساعة، هتبقى حلوة جدا وهتديكي نكهة اكتر وريحة اكتر. بجد الوصفة دي روعة مليون في المية وطريقة هايلة. هغطيها كده بقى بورق الفويل، وبعدين
هعمل بقى فتحات صغيرة كده بالسكينة فوق الفويل عشان خاطر لما يجي البخار يطلع وتبقى مظبوطة، وهسويها على البوتاجاز من فوق. خلاص كده استوت معايا، والبطاطس استوت كويس جدا، والفراخ اخدت تسوية تاني. بصوا دايبة ازاي، تحفة. هشيل كده بقى الورق الفويل من عليها، وبعدين هدخلها الفرن في الشواية، اولع عليها الشواية بس تاخد لون حلو من فوق، يعني حوالي كده ربع ساعة او 10 دقايق بالكتير قوي هتبقى جاهزة معايا، وهتطلع كده واخدة لون حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها بقى وطعمها بجد فوق ما تتخيلوا، طعمها حلو جدا وريحتها هايلة هايلة بجد. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا وهتشرفكم جدا في اي عزومة انتوا هتعملوها، وكمان لاولادكم هتحبوها. يعني ما اخدتش كده دقايق معايا وكانت جاهزة وخلاص، ولا فرن بقى ولا اسيبها تقعد ساعتين 3 ولا اي حاجة. خلصت معايا في دقايق وكانت جاهزة، وهي بصراحة اكلة منجزة ومش هتاخد وقت معاكي كتير. وممكن بقى نقدمها على السفرة جنبها رز بالشعرية او زي ما تحبي، او ممكن مكرونة كمان سباكيتي، او كمان ملوخية، وممكن تتقدم معاها اي حاجة على السفرة هتبقى هايلة جدا. ودي تبقى كده وجبة كاملة متكاملة ومغذية جدا، وفي منتهى الجمال وفي منتهى الشياكة. بصوا حلوة ازاي، واخدة لون حلو جدا، رهيبة يا جماعة. جربوها على ضمانتي بالطريقة دي. فكرة بقى ان انت تدعكي البصل مع الطماطم مع التوابل اللي احنا حطيناها كده مع قلب بعض، كله شارب من التتبيلة، بيديها طعم وريحة مفيش بعد كده، واكنك جايباها جاهزة بالظبط، وبجد روعة. بس كده، دي كانت وصفتي النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.